السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اذا بمناسبه الامازيغيه، راس السنه الامازيغيه اللي هي يناير، راح نوجد معكم رفيس تونسي. شوفوا وصفه هذه يجيكم يعني ما شاء الله طري لمده شهر هكاك وهو طري. شوفوا هنايا التمر كنت نقيته نحيت له. شوفوا اول حاجه هنايا ما صورتش درتو يفور في الكسكاس كي طرى مليح، خدمته بيان، نحيت له هذاك العظم مع الرؤوس الصغيره بشويه عفوا بشويه حليب، زدت طريته مليح مليح. بعد ما نقيته درت له كاس تاع مرقارين وخليته فوق النار يذوب معاه. هنا بالنسبه للشيشه تاعي اللي تستعملوا بها المقروط تكون متوسطه، تقلوها شغل تحمصوها شغل راكم تحمصوا باش ديروا طمينه على نار قليله. من بعد كي يكون وجد التمر تاعي هذاك نحطو وندير فوقه الشيشه وهي سخونه، خلط بالملعقه تبرد شويه برك، نواسي بيدي مع قرصه تاع ملح عفوا وملعقه عسل. العسل هذاك هو اللي راح يخلي عفوا الرفيس تاعي يقعد شهر وهو طري. عفوا هنايا طري قلت انا هذا الليمون هو اللي استعملته انايا باش نديكوريه الفوق بشويه مكسرات. نتوما استعملوا المول اللي حبيتو، يعني تاع الصابلي تاع طابع تاع كيما حبيتو شكلوه يعني لكم حريه الاختيار. انا درت في الليمون هذا، وكاين اللي عنده كيما هذا هو على شكل طابع تطبع به يخرج لها هذا الشكل. انا جاني طري ولا غير ما شاء الله. وشوفوا هذه الوصفه اعتمدوها وما تخافوش، يعني بالملعقه قلنا لو سكري هنايا باش يقعد لك هكاك طري. عندك الملعقه تاع العسل، انا هنايا درت العسل الحر. كاين اللي حاب يدير العسيله هذيك اللي تتباع، ديري ملعقه كيف نفس الشيء. كاين اللي حاب يدير الرفيس تونسي يديروا بزيت زيتون بزيت عاديه، انا ينفضلوا بالمرغرين. ما نحبش، كل واحد له اللي يحبه. والمرغرين ثاني راح اضطريه، بصح قلنا العسل هي السكري تاع الوصفه تاعنا مع القرصه تاع الملح ثاني ديروها ما تنساوهاش. هنايا انا نكمل نشكل الحبات التاوعي. شوفوا هذه لا كونتيتي، انا يتمر شريت قسم 250 غرام فقط. قلت لراجلي شري لي نص رطل لانه على حساب افراد العائله، ما حبيتش نكثر بزاف. درت 250 غرام مع شيشه هذيك تاع الكيلو، نقصت منها قولوا واحد الدو بول هكاك تاع شيشه فقط اللي استعملتها دو بول يدمي هكاك. هنايا شوفوا في الاخير كي شكلته كيفاش خرج لي ما شاء الله. زينته هنايا بالمكسرات، شويه جوز شويه كاجو شويه لوز، ومع هذاك الورق الذهبي، ومع هذاك واش يقولوا لها حلوه البسباس الصغيره هذيك. المهم هنايا بالنسبه للتزيين راح يكون اختياري، كل واحده والمقدور تاعها كيفاش تحب تزينه، لكم حريه الاختيار. وشنو الصح في الطراوه والخفه. كي يجيكم طري هكاك ويقعد طري لمده طويله هذاك هو الصح. اذا اسقاس مقاس مره اخرى. تهلاو في رواحتكم الى وصفه جديده ان شاء الله. هنايا احنا حنديروا رفيس تونسي هذا مع ليدات ثاني محشيين وحاجات اخرين. تهلاو في رواحتكم، مع السلامه.